فخبر عاجل الآن، العثور على جثة الشاب حسين الجياشي بعد أكتر من أسبوعين من البحث في نهر دجلة. فخبر أحزن الشارع العراقي. أعلنت فرق الإنقاذ اليوم عن العثور على جثة الشاب حسين باسم الجياشي في نهر دجلة بمنطقة الكريعات شمال العاصمة بغداد بعد أكتر من أسبوعين من عمليات البحث المتواصلة اللي شاركت فيها فرق الغواصين والمتطوعين من الأهالي. وبترجع تفاصيل الحادثة ل 15 يوم حين قرر الشاب حسين باسم الجياشي السفر إلى بغداد للبحث عن فرصة عمل تساعده في تأمين مستقبله. وخلال وجوده هناك كان معاه بعض أصدقائه وذهبوا لنهر دجلة في منطقة الكريعات بغرض السباحة والترفيه. إلا إن اللحظة تحولت لمأساة حقيقية بعد ما ابتلعته مياه النهر فجأة واختفى عن الأنظار. منذ تلك اللحظة عاش أهله وأصدقائه حالة من الصدمة والحزن العميق، بينما أطلقت الجهات المختصة حملات واسعة للبحث والإنقاذ بالتعاون مع عدد من المتطوعين. وتم تسخير أمهر الغواصين في بغداد للبحث عن الجثة حتى تمكنوا اليوم من انتشال الجثة من مياه النهر بعد جهد كبير استمر أيام طويلة. وأكدت مصادر محلية أن والد الشاب حسين كان من أوائل الذين تعرفوا على الجثة، حيث انهار من شدة الصدمة بعد تأكيد نبأ وفاته. كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة بكلمات مؤثرة، معتبرين أن قصة الشاب حسين تجسد معاناة الكثير من الشباب الذين يتركون مدنهم بحثا عن لقمة العيش. رحم الله الفقيد وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.